تعالوا نعمل مع بعض قراقيش العيد او منين العيد، وطعمه حلو جدا. وان شاء الله طريقة سهلة وبسيطة خالص وهتعجبكم بإذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وكل أمة سيدنا محمد بخير. أول حاجة هنجهزها إن احنا نجيب ربع كوباية مية ونحط ظرف خميرة ومعاهم معلقتين سكر، 3 معالق سكر، ونقلبها كويس ونسيبها كده بقى تتخمر ونجهز بقية حاجتنا. اول حاجة معايا كده كيلو من الدقيق. كيلو من الدقيق هبتدي اول حاجة انزلها عليه ذرة ملح، وبعدين معلقة ممسوحة ريحة كعك، وحوالي 3 معالق سمسم. تمام، هقلب كل المقادير دي في بعض كده، وبعدين هبدأ بقى اضيف السمنة. انا معايا هنا كوباية ونص سمنة، كوباية ونص سمنة، كوباية ونص سمنة على الكيلو الكعك. وكمان هنحط زيت، هنقلبهم مع بعض بالمنظر ده كده، وبعدين هنحط نص كوباية زيت، وابدأ اقلبهم واعجنهم في بعض. خلاص كده انا عجنتهم وكانت الخميرة بتاعتي اختمرت، هنزل بيها وابدأ اعجن واجهز جنب مني في نفس الكوباية دي شوية مية، وابدأ اعجن العجين. زي ما انتوا شايفين كده. هنا لقيت العجينة عايزة شوية مية، حطيت مكان الكوباية اللي فيها الخميرة حبة مية وبدأت اعجنها تاني. كده خلاص كانت العجينة بتاعتي جهزت. هبدأ بقى ان انا اقسم العجينة دي نصين زي ما احنا شايفين كده. اخدت نص وجبت الصينية بتاعتي واكون دهناها طبعا بزيت، وابدأ افرد عليها العجينة. هبدأ افردها لغاية ما تبقى مفرودة في الصينية خالص. هنا استخدمت النشابة عادي بفرد بيها. وافردها بالصينية بالمنظر ده لغاية لما تبقى في الصينية كلها. خلاص كده كلها اتفردت في الصينية اهو بحجم الصينية، واخليها كلها بالتساوي، يعني ما تكونش فيه حتة اتخن من حتة. خلاص كده انا فردتها خالص اهو. هبدأ بقى اشوف الحشو بتاعي، وطبعا الحشو بتاعي هنا عجوة.
معايا عجوة، وانا صراحة زودت عجوة عندي كمان. هحط عليها معلقة سمنة كبيرة وحوالي معلقتين سمسم. طبعا السمنة هتسهل معايا ان انا اعرف اعجنها عشان اعرف افردها على العجينة. وانا هنا زودت كمان عجوة كمان، لان حسيت ان العجوة دي مش هتقضي الصينية. تمام. اخدت قطعة عجوة وحطيتها على كيس بالمنظر ده، وتنيت الكيس عليها وحاولت افردها بالنشاب. لما هفردها خالص هتسهل عليا ان انا اشيلها واحطها على الصينية. كده بتبقى سهلة معايا خالص ان انا اقدر احطها على الصينية، مش من غير ما انا اقعد ابطط فيها. خلاص الصينية بتاعتي اهي. بدأت بقى احط قطع العجوة اللي انا فردتها، وارجع افرد قطعة تانية لغاية ما اكمل الصينية كلها بنفس الوضع ده. واساوي بقى الحتة اللي مفيهاش عجوة احط فيها لغاية ما اخلي الصينية كلها فيها العجوة بالمنظر ده. الحتة الزيادة من هنا احطها هنا لغاية لما احس ان خلاص انا غطيت الصينية كلها بالعجوة. زي ما احنا شايفين كده الصينية كلها بقت متغطية بالعجوة. بعد ما غطيتها اجيب النص التاني من العجينة وابدأ برضو افرده عليها. افضل ابططها وافردها بايدي وبالنشاب. عايزه اقول لكم ان لو كل ما بسيب العجينه تريح شويه كل ما بتبقى سهله معايا في الفرد. يعني كل ما بسيبها تريح لو حتى 10 دقايق كل ما بتبقى سهله معايا في ان انا افردها. استعنت بقى بالنشابه عشان اكمل فردها. النشابه كمان بتخلي لي كل الحتت متساويه. خلاص كده انا بدأت افردها خالص على الصينيه واقفل بيها. اقفل على العجوه الموجوده. هبدأ بقى ان انا اقطعها. هنقطعها بالشكل اللي انت عاوزاه، يعني على المنظر اللي انت عاوزاه. زي ما احنا شايفين كده. كده خلاص انا كده قطعتها وكده الصينيه معايا خلصت. هسيبها بالظبط 10 دقايق وبعدين ادخلها الفرن. وده شكل الصينيه لما طلعت من الفرن واتحمرت بالمنظر ده كده. كانت ريحتها جميله جدا. وصفه حلوه جدا للعيد وجربوها مش هتاخد منكم وقت خالص، غير بقى ان هي مع كوبايه شاي بلبن كده جميله جدا.
وسهلة خالص، وبألف هنا وشفا.